الذكاء الاصطناعي ممكن يدمر قناة بكاملها. يبا يا جماعة لا تستغربون من هذا الشيء، هذا شيء صحيح وصار معي أنا. إذا حاب تعرف ليش كمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. أهلا بكم. اعذروني على الحماس الزايد، بس فيديو اليوم نفس ما شفتوا بأول فيديو بالعنوان. يبي يا جماعة الذكاء الاصطناعي يقدر يدمر قناة بكاملها. لا تستغربون من هذا الشيء، وهذا الشيء صار معي أنا حرفيا، ونزلت مشاهداتي. تدرون استديو يوتيوب يوم يحط لكم السهم اللي جوا والسهم الأخضر، أيوة، أكثر من أسبوعين، ولو ما أنا تصرفت ما كانت انحلت المشكلة. بس قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسوا تسووا فولو على الانستا وعلى تيك توك، وتشتركوا بقناة اليوتيوب، ولا تنسون فانزاتي وبس. والله روحوا للفيديو. أوكي يا جماعة، طبعا نفس ما قلت لكم، الذكاء الاصطناعي ممكن يدمر قناة بكاملها. يا جماعة راح أقول لكم كيف. أنا من شهرين، والله ما أدري، بس أنا يعني تقريبا نقدر نقول من شهر، أوكي، نزلت فيديو في ذكاء اصطناعي، أوكي، فيه، ويعني ما كنت أعرف بخوارزميات اليوتيوب وإعدادات اليوتيوب، فما حطيت أي إعداد، ما حطيت ولا شيء، بس كتبت العنوان ونشرته. أوكي يا جماعة، ولما نشرته كذا وخلاص ما حطيت إذا في ذكاء اصطناعي ولا. أوكي، في هني يحط لكم استديو يوتيوب إذا هو ذكاء اصطناعي ولا. مثل ما قلت لكم أنا ما أعرف بإعدادات اليوتيوب، فما حطيت شيء. المهم، والفيديو أصلا ما جاب مشاهدات، يعني 4 5 يمكن. المهم، وبعدها صرت أنشر فيديوهات، قاعد أنشر يعني نفس زمان، أوكي، ويعني حرفيا حتى الضحك ممنوع. تدرون قديش كان يضرب؟ نشرت واحد نفسه ما جاب مشاهداتي قاعد تقل كثير كثير. شوفوا هنا بحط لكم الصورة، 32 21. يعني المشاهدات مرة كانت قليلة، يعني وين أنا أقل شيء مشاهداتي فوق 20,000، ما شاء الله، يعني الله يبارك. طيب يا جماعة، فاستغربت من الأمر حرفيا، فقلت إيش في يعني، وما كنت أعرف إنه الذكاء الاصطناعي هو اللي مخرب علي حرفيا يا جماعة. المهم سألت واحد من إنه يعني يعرف بخوارزميات اليوتيوب وكذا. سألته قلت له نشرت فيديو، بعد ما نشرت هذا الفيديو ما عاد يجيب مشاهدات. قال لي أكيد ما راح يجيب مشاهدات، لأنه اليوتيوب أخذ فكرة عنك أنه أنت الحين يا قناتك مسروقة، يا أما أنه أنت مثلا مو إنسان حقيقي، فهمتني؟ فعشان كذا اليوتيوب حط قناتي تحت المراقبة، فهمتوني؟ يعني صار راقبها وصار ما ينشر فيديوهات للناس كلها، صار بس هو يشوفها ويحطها على المراقبة. المهم جماعة، هذا الموضوع استمر 3 أسابيع تقريبا. فيديوهاتي حرفيا نزلت ولا مشترك يا جماعة، ولا تعليق حرفيا والله. المهم فيئست من هذه الحلقة، قلت خلاص بسكر القناة وبسوي قناة جديدة، خلاص قناتي خربت. كلمت هذا الشخص قال لي اسأل الذكاء الاصطناعي وشوف. رحت سألت جيميناي، عمكم جيميناي وعمي جيميناي. المهم رحت سألته، قال لي اترك القناة 48 ساعة ولا تنشر ولا أي شيء، ولا تراقبها ولا أي شيء. اعتبر إنه ما عندك قناة واتركها 48 ساعة. بعد 48 ساعة انشر فيديو طويل العصر، وفيديو شورتس بين الساعة 7 للساعة 9. المهم يا جماعة، فأنا قلت خلاص، يعني شو بدي أسوي؟ بدي أسمع كلامه وأشوف إذا راح ينفع أو لا. تركت القناة 48 ساعة حرفيا، وزدت عليها 20 ساعة بعد. يعني تركتها يعني 2.5 يوم، أوكي، وما نشرت عليها ولا شيء ولا راقبتها. والله يا جماعة، نشرت نفس ما قال لي، نشرت فيديو طويل العصر، ونشرت الضحك ممنوع بالليل، ويضرب لكم الضحك ممنوع 8,000. بعدين نشرت واحد ثاني يضرب لكم 25,000.
ما شاء الله تبارك الرحمن. والفيديوهات الطويلة بعد تضرب 100 200. الحمد لله ورب الكعبة إن شكرت ربي. ما تدرون وش يعني أترك قناة؟ يعني من الصغر حرفيا راح أشوفكم بالله. شوفوا صوتي من الصغر. شوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ تكونون بخير. أنا من الصغر يعني من الصغر جالس أسس في هذه القناة. مشيت معاكم خطوة بخطوة من الصفر مشترك إلى 5000 بفضل الله، وراح ندخل 6000 بإذن الله، وبطريقنا 100,000. فيا جماعة والله يعني شعور صعب إنك تترك قناة أنت يعني ممارس فيها. أنت ممارس فيها من 2011. والله ترى يعني شيء يحزن وفقدت الأمل خلاص. بس قلت خلاص بسوي قناة جديدة، إيش أسوي يعني؟ وفانزاتي مرة حزنوا لهم يعني يوم شافوا مشاهداتي سألوا، بس أنا ما رديت. المهم يا جماعة عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. حرفيا يعني تقدرون تقول أنه الله حطني تحت اختبار. والله أنا جدا فرحان يعني جدا فرحان إن رجعت القناة، ورجعت يعني الحمد لله عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. رجعت القناة يعني مشاهداتها أكثر من قبل. يمكن هذه ضعف المشاهدات كانت الله كان بده إياها اللي استراحة مثلا، إنه يدري قديش أتعب بالمونتاج وبالتصوير وبالنشر وبالصورة المصغرة وبالعنوان. والله شي تعب يا جماعة. والحمد لله يا جماعة طبعا أكيد ما بضاع على جهلي القديم ذاك. طورت وصرت يعني أعرف بخوارزميات اليوتيوب وأعرف بالإعدادات اليوتيوب، والحمد لله كله بفضل الله، ثم أنتو ثم تعبي. هذه دائما أقولها. أحب أشكركم يا أول داعمين إلي. أنتو يعني لو إيش ما قلت لكم ما أقدر أوفي حقكم قسما بالله. وما بطول عليكم، روح لنهاية الفيديو. بس هذا كان نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله استمتعتوا وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك الشير السبسكرايب الكومنت الشير الإشعارات، لا تنسوا الفولو على الانستغرام وعلى التيك توك. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وباي.